السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى جمال وأنا الفوتبول شيف. الحلقة دي ناس كتير من صحابي مستنيينها وطلبوها مني، وانا فعلا في حلقة يوم الثلاث كنت نوهت عن الحلقة ديت ان انا هعمل ان شاء الله حلقة يوم السبت تكون شاملة عن الفانتازي. الحلقة النهاردة ان شاء الله هتبقى متقسمة على 3 اجزاء. اول جزء ان انا هعرفك الخواص، سواء الخواص اللي كانت موجودة قبل كده او الخواص اللي اتضافت او التعديلات الجديدة اللي حصلت في اللعبة. في الجزء الثاني ان شاء الله هختار لك اللعيبة المضمونة او بنسبة كبيرة مضمونة اللي هي في الغالب بتجيب نقط، وهختار لك في كل مركز اكتر من لعيب، واللعيبه ديت ممكن تقدر تختار منها في كل مركز عدد معين بحيث ان تشكيلتك تبقى متوازنه، عشان في الجزء الثالث ادي لك اللعيبه الديفرنشال واللعيبه اللي سعرها رخيص اللي تقدر تكمل بيها تشكيلتك في حاله ان انت مش عارف تعمل تشكيله كامله من اللعيبه السوبر. وخلي بالك اللعيبه اللي في الجزء الثالث دي برضو انا متوقع ان شاء الله ان هي تجيب نقط وهتبقى لعيبه كويسه، وبكده تبقى انت عملت تشكيله متوازنه ما بين الجزء الثاني وما بين الجزء الثالث، وكمان عرفت الخواص والتعديلات في الجزء الاول. نبدا بالخواص. اول حاجه واهم حاجه ان كل الخواص اللي احنا كنا بنلعب بيها بقت دبل، يعني كل خواص تقدر تستخدمها مرتين، مره في الدور الاول ومره في الدور الثاني. الخواص ديت اللي هي وايت كارد، بنش بوست، تريبل كابتن، فري هيت. الوايت كارد ده معناه ان انت تقدر تعمل ترانسفيرز بالعدد اللي انت عايزه من غير ما يتخصم منك اي نقط بالسالب. تاني حاجه البنش بوست، وهي ان انت تقدر تاخد نقط الدكه كمان مضافه الى نقط التشكيله الاساسيه بتاعتك، ودي برشح ان هي تتلعب في جوله دبل. التريبل كابتن ان انت بدل ما تاخد ضعف عدد نقاط الكابتن بتاعك لا هتاخد 3 اضعاف النقط، وبرضه برشح ان دي تتلعب في جوله دبل. الفريت، وده معناه ان انت تقدر تغير تشكيلتك لمدة جولة واحدة فقط، وبعد الجولة دي ما بتخلص بترجع تاني تشكيلتك زي ما كانت. وانا برضو برشح ان الخاصية دي تتلعب في جولة دبل او جولة بلانك اللي هو فيها عدد قليل من الفرق هتلعب. الخاصية الجديدة اللي اتضافت ان انت في الجولة 16 تقدر تغير 5 تغييرات كمان مجانية غير التغيير اللي معاك، بمعنى ان انت لو مثلا محتفظ ب3 تغييرات ومخليهم معاك، ودي كانت حاجه اضافت السنه اللي فاتت ان انت تقدر تحتفظ باكتر من تغيير لمده 5، لو انت محتفظ مثلا ب3 تقدر كمان تغير 5 معاهم مجاني. ودوت حصل عشان بطوله كاس الامم الافريقيه واللعيبه الافارقه الكتير اللي بتروح مع منتخباتهم، وده هيحصل في الجوله ال16. في كمان حاجات اتعدلت في قوانين الاسيست. اول حاجه لو لعيب مثلا من عندك اللعيب بتاعك عمل باص خبط في مدافع راح لمهاجم جابها جون، ساعتها يتحسب لك الاسيست طالما المدافع دوت ما كانش قاصد ان هو يلعبها، او بمعنى صح خبطت فيه او كان بيشتتها. انما لو المدافع سيطر على الكوره ولعبها بعد كده غلط لا ما يتحسبلكش الاسيست. حاجه تانية في لمسات اليد، كنا قبل كده بنعاني ان انت اللعيب بتاعك يعمل مثلا يرفع رفعه تخبط في ايد المدافع بعد كده تتحسب بلانتي وما تتحسبلكش انت اسيست. دلوقتي هتتحسب، يعني هتتحسب حتى سواء ان المدافع متعمد او لا، الاول كان لازم تعمد، دلوقتي متعمد او لا هيتحسب لك الاسيست. نروح على الجزء الثاني من الحلقه بتاعتنا، وهي ان انا احدد لك في كل مركز اكتر من لعيب، بس لعيبه مضمونه او اللعيبه المعروفه اللي هتلاقي ناس كتير مختارهم. اول مركز حراسه المرمى. استراتيجيتي انا كانت في اختيار حراس المرمى ان اولا لازم يكون الحارس بيطلع كلين شيت كتير، او اعتقد دي استراتيجيه الناس كلها، يعني ان لازم يكون بيطلع كلين شيت كتير، بيعمل سيفزات كتير. كمان حاجه ثالثه اعتقد دي انا لازم بركز فيها، ان الاثنين حراس اللي انا مختارهم لازم تكون جولاتهم متناسقه مع بعض، بمعنى ان لو الحارس الاولاني عنده ماتش صعب الثاني يبقى عنده ماتش سهل، وهكذا بالتدور ما بينهم. اول حارس هرشحه النهارده وهو احسن حارس في كاس العالم وبطل العالم لكاس العالم للانديه، روبرت سانشيز. روبرت سانشيز معروف ان هو بيطلع كلين شيت كتير في كاس العالم، وهو على فكره حارس كويس، وتشيلسي فعلا بقت فريق كويس، وهو جولاته في الاول الى حد ما كويسه. تاني حارس هرشحه النهارده هو كيلر. شفناه السنه اللي فاتت مع ليفربول لما كان اليسون بيتصاب كان بيأدي اداء كويس. هو دلوقتي حارس لبرنتفورد، برنتفورد برضو فريق كويس بيقدر الى حد ما يطلع كلين شيت،
وهو على فكرة مناسب جدا من حيث السعر، سعره 4.5 مليون، ومناسب كمان ان هو متناسق جولاته مع روبرت سانشيز، يعني تقدر تعمل تداور ما بينهم بشكل كويس في اول الجولات. تالت حارس هرشحه النهارده هو سيلز، حارس نوتنجهام فورست، سعره كويس 5 مليون، وحارس دايما بيعمل سيفزات كتير، واصلا نوتنجهام فريق بيطلع كلين شيت كتير، وجدوله حلو قوي 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 في الجولات الاولى. دول 3 حراس تقدر تختار منهم 2، وزي ما قلت لك حاول تركز ان يكون في تناسق ما بين الاثنين حراس بتوعك، ما تختارش حارس واحد بس والتاني ما يكون ما بيلعبش، ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل وايه اللي ممكن يخليك تخسر ترانسفير بعد كده بسبب حارس مرمى. تاني مركز معانا وهو مركز المدافع. كان في حاجه كمان اتضافت بس انا كنت حابب ان انا اقولها لما اجي اتكلم عن مركز المدافع، وهي ان لو المدافع عمل 10 تدخلات دفاعيه ياخد نقطتين بونص، وده الحد الاقصى. يعني لو حدش يقول لي لو عمل 20 ياخد 4، لا، هو الحد الاقصى نقطتين بس. ومع لعيب الوسط لو عمل 12 ياخد نقطتين، والمهاجم لو عمل 12 برضو ياخد نقطتين. نرجع تاني نتكلم عن المدافعين. انا ليا استراتيجيه معينه بحب اتبعها وانا بجيب المدافعين، ممكن حد يختلف معايا فيها. اول حاجه انا مش بحب اجيب مدافع غالي، ولو هجيب على يبقى على الاكثر هو واحد بس. وتاني حاجه بحب ان انا اعملها ان انا بحب اجيب الاظهره، ما بحبش اجيب المساكين. بس ممكن مع تغير القانون اللي انا لسه قايله دلوقتي الفكره تتغير شويه، عشان لو في مدافع بيجيب اهداف وبيعمل تدخلات كتير لازم اروح له. اول مدافع هرشحه هو ارون وان بيساكا. على فكره هتلاقي ناس كتير قوي مختاراه عشان هو مدافع سريع، مساهماته الهجوميه كويسه، بيقطع كور، وفي نفس الوقت سعره رخيص جدا 4.5 مليون. هو دلوقتي حاليا باك يمين ويست هام، وطبعا احنا كانت معرفتنا بيه في اليونايتد ومن قبلها في كريستال بالاس. تاني مدافع هرشحه، وعلى فكره انا برشحه بقوه كمان المدافع دوت، هو فيكتور مينيوس باك يمين كريستال بالاس. كريستال بالاس بيلعبوا بتشكيله 3-4-3، وده بيساعده ان هو يعمل مساهمات هجوميه كتيره، وفعلا في اخر ماتش ودي سجل هدف. وعلى فكره كان ليه مساهمات كتير برضه الموسم اللي فات. على فكره عملوا قايمه باكتر 10 مدافعين كانوا هياخدوا نقط لو كانت الخاصيه بتاعت السنه دي اللي انا لسه قايل لك عليها اتضافت السنه اللي فاتت. هو على فكره كان رقم 6 برغم ان هو باك يمين مش مساك. وبكل دوت هو سعره 5.5 مليون، يعني سعره متوسط، مش غالي قوي ومش رخيص قوي. تالت مدافع هيبقى معانا في القايمه ديت، واللي ممكن يبقى هو اغلى مدافع معايا في القايمه النهارده، هو فريمبونج، باك يمين جاي من باير ليفركوزن. مساهماته الهجوميه كانت السنه اللي فاتت كتيره، والسنه دي على فكره برضه لما بينزل في الماتشات الوديه بيأدي بشكل كويس. سعره 6 مليون، بس انا عندي مشكله واحده معاه، وهو ان كونر برادلي بيأدي بأداء كويس لما بيلعب. فهل فريمبونج هيفضل اساسي طول الموسم ولا هيحصل مداوره ما بينهم؟ رابع مدافع هرشحه هو اودوجي باك شمال توتنهام، سعره مناسب 4.5 مليون، مساهماته الهجوميه كويسه وكمان بيلعب اساسي. خامس مدافع هرشحه هو لويس سكيلي باك شمال ارسنال. على فكره اللعبه غيرت مكانه خلاص وبقى باك شمال. انا مشكلتي معاه حاجه واحده بس، وهي ان سعره 5.5 مليون. انا شايف ان سعره غالي شويه، بس لويس سكيلي على فكره كويس ومساهماته كويسه ولاعب كويس احنا شفناه السنه اللي فاتت. سادس مدافع هقوله لك يا صديقي هو ميلينكوفيتش. في القايمه اللي انا قلت لكم عليها من شويه هو كان رقم 1، وهو على فكره سعره 5.5 مليون. تدخلاته الدفاعيه كويسه، مساهماته كويسه، بيطلع كلين شيت كتير. اخر مدافع هرشحه هو كونسا، مدافع استون فيلا، بيجيب نقط كويسه، سعره مناسب 4.5، وجدوله كمان كويس. كده خلصت المدافعين، بس لسه زي ما قلت لك يا صديقي ان انا في الاخر هقول لك برده شويه مدافعين ديفرنشال وشويه مدافعين سعرهم كويس ومتوقع ان هم يجيبوا نقط. ندخل على مركز وسط الملعب، واللي انا ببقى شايف ان ده اهم مركز في لعبه الفانتزي. نقطه حلوه في الجوان، نقطه حلوه في الاسيستات، كمان حتى بيستفاد لو طلع الفريق كلين شيت بنقطه. نقطه حلوه كمان في البونص، لان هو دايما بيكون هو الاوفر حظا في البونص. فانا شايف ان ده اهم مركز في الفانتزي. في 3 لعيبه في المركز دوت لازم على الاقل يكون معاك 2 منهم. اول واحد هو ساكا ارسنال، اخر ماتشين وديين هو على فكره طالع مان اوف ذا ماتش، وطبعا هو مش محتاج اساسا ان هو يتعرف، وهو سعره 10 مليون. تاني لعيب هو بالمر، سعره 10.5 مليون، وطبعا احنا لسه شايفين اداؤه الرائع اللي اداه في كاس العالم للانديه. تالت واحد وهو كينج اللعبه مو صلاح،
سعره غالي شويتين 3 14.5 مليون، بس لو تقدر تعمل تشكيلة هيكون فيها مو صلاح لازم يكون معاك. رابع لاعب معانا هو روجرز، لاعب استون فيلا، لاعب مساهماته كويسه جدا، لاعب كويس قوي، رجله حلوه قوي على الجون، عامل ماتشات وديه كويسه جدا، جدوله حلو قوي قوي قوي، وكمان سعره 7 مليون بس. خامس لاعب معانا هو هاري ويلسون، وعلى فكره ممكن يكون ده رهاني الشخصي، لعيب سعره رخيص 5.5 مليون، عامل ماتشات وديه كويسه قوي. اللعيب ده على فكره اصلا اداؤه كويس قوي، تقريبا كان مع نيوكاسل وكان مع ليفربول، لعيب بصراحه امكانياته كويسه، يمكن هو مش واخد حقه قوي، بس اعتقد ان هو السنه دي هيبقى اون فاير. سادس لاعب برشحه وهو كلنا عارفينه كلاعيبه فانتزي، محمد قدوس. بعد انتقاله كمان لتوتنهام اعتقد ان هو هيبقى ليه دور اكبر، وهيبقى ليه كمان مساهمات اكتر، وهو على فكره سعره 6.5 مليون. اخر لاعب هرشحه وهو ايزي، نجم كريستال بالاس اللي برضه كلنا عارفينه كلاعيبه فانتزي، سعره 7.5 مليون، مساهماته كلنا عارفينها، بس هنشوف الاول هل قاعد ولا ماشي. ده كده كان لعيبه الوسط، وفي اخر برضو الفيديو هقول لك على كام لعيب وسط ديفرنشال، وفي برضو كام لعيب وسط سعرهم كويس، وانت اختار. هندخل في مركز الهجوم، واول مهاجم هرشحه هو كريس وود، سعره 7.5 مليون، مساهماته كويسه جدا، المنفذ الاول لضربات الجزاء في نوتنجهام فورست، وبرضه عامل وديات كويسه، وعلى فكره برضه جدوله كويس في الاول. تاني لاعب هرشحه واللي ادى اداء حلو جدا برضه في كاس العالم للانديه جواو بيدرو، لاعب تشيلسي، سعره مناسب 7.5 مليون، امكانياته عاليه جدا على فكره من برايتون السنه اللي فاتت، بس السنه دي كمان دخل في منظومه تشيلسي بشكل كويس قوي. تالت مهاجم معانا برضه هو بالنسبه لنا في الفانتزي معروف، هو بوين، مهاجم ويست هام، اداؤه كويس طبعا احنا عارفينه، عمل برضه وديات كويسه، سعره برضه الى حد ما كويس وهو 8 مليون. ما ينفعش اتكلم على المهاجمين وما رشحلكش المهاجم دوت، وافتكرني بيه يا صديقي، بيروي، ده ويا رب اكون بنطق اسمه صح يعني، ده مهاجم ليدز، وده هداف الشامبيونشيب الموسم اللي فات، مسجل 19 هدف، عامل 7 اسيست، وعلى فكره في اول 12 جوله لليدز مش هيلعبوا غير ماتشين بس من التوب 6، وكل دوت وسعره 5.5 مليون، فاعتقد ده خيار مهم جدا 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 عشان تعمل توازن في التشكيله بتاعتك. هتسالني وتقول لي طب فين هالاند وايزاك؟ هقول لك هالاند ما اضمنش جوارديولا اداؤه السنه الجايه هيبقى عامل ازاي، بصراحه هالاند سعره غالي جدا، ما اعرفش ان انا يستاهل ان انا ادفع فيه السعر دوت وابوظ بيه تشكيلتي او لا، فانا هستنى اشوف الاول السيتي مستواها عامل ازاي الاول، وبعد كده احدد هقدر ابوظ تشكيلتي عشان هالاند او لا. ايزاك لسه موقفه مش متحدد، مش قادرين نعرف هيروح ليفربول، هيروح السعوديه، قاعد في نيوكاسل، لما برضو يتحدد موقفه اقدر احدد هجيبه في تشكيلتي او لا. برضو استناني في اخر جزء برضو هقول لك على مهاجمين كويسين ديفرنشال وبرضو اسعارهم كويسه. احنا دلوقتي وصلنا للجزء الاخير، وهو ان انا هقول لك على كام لعيب، منهم لعيبه ديفرنشال سعرهم متوسط وكويس، ومنهم لعيبه اسعارها رخيصه بس هنشوف هيعملوا ايه، بس خليهم في دماغك، ولو عايز تكمل بيهم التشكيله حتى لو هتقعدهم احتياطي تقدر تجيبهم. في مركز حراسه المرمى رايا، طبعا كلنا عارفينهم السنه اللي فاتت، بيحققوا كلين شيت كتير، بس هو سعره 5.5 مليون. في الدفاع اول واحد هقوله لك هو رينالدو، ده كان باك شمال بيلعب في اتلتيكو مدريد لحد السنه اللي فاتت، السنه دي اتنقل لساندرلاند، هيبقى لعيب اساسي وكمان ب4 مليون بس. تاني واحد هو تروفرت دوت باك شمال بورنموث اللي جاي يعوض كيركز، على فكره اللي عنده 21 مساهمه في اخر 3 مواسم، وكمان في اخر مباراه وديه سجل هدفين، وسعره 4.5 مليون بس، فاعتقد برضو ان ده لاعب تقدر تسند بيه تشكيلتك. تالت واحد هو ايت نوري، طبعا ايت نوري احنا عارفينه السنه اللي فاتت من الولفز، راح مانشستر سيتي، طبعا لو دخل في منظومه السيتي هيكون ليه نقط كتير قوي 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 كويسه، سعره 6 مليون، بس انا ما اضمنش جوارديولا الصراحه وايه اللي هيعمله. رابع واحد هو كيل ووكر، اللي طبعا كلنا عارفينه، اللي كان باك يمين مانشستر سيتي ومنتخب انجلترا، راح بيرنلي السنه دي، واكيد هيلعب اساسي، وكل دوت ب4.5 مليون بس. خامس واحد وهو روبرتس، الباك الشمال لبيرنلي، سعره 4 مليون بس، وبرضه هيبقى اساسي، مساهماته الهجوميه الى حد ما كويسه، برضه ساهم في 5 اهداف الموسم اللي فات. اخر واحد معانا هو دينيس كيركن، مدافع ساندرلاند، ساهم الموسم اللي فات في 6 اهداف، وهيبقى اساسي وسعره 4 مليون بس. هنروح لوسط الملعب، واول ترشيح معانا هو انزو لي في، وسط ملعب ساندرلاند، مساهم في 11 هدف الموسم اللي فات، وكمان سعره 5 مليون بس.
بعديها هنخش على بيرنلي وجيدون أنتوني، مساهم في 8 أهداف الموسم اللي فات وسعره 5.5 مليون بس. تالت لاعب هنتكلم عنه هو إيلانجا، طبعا احنا كلنا عارفينه من السنه اللي فاتت وتألقه السنه اللي فاتت. السنه دي اتنقل لنيوكاسل واعتقد بنسبه كبيره هيلعب اساسي وب7 مليون بس. في كمان لعيب ديفرنشال جدا ومتألق قوي في الوديات وهو بابي سار، لاعب توتنهام. اعتقد ان هو الموسم ده هيبقى ليه تأثير كبير وهيجيب نقط كتير وسعره 5.5 مليون برضه بس. اخر اتنين هتكلم عليهم مع بعض لان اعتقد الاتنين موقفهم واحد، وهو فيرتز ومبويمو، 8.5 مليون و8 مليون. اعتقد ان الاثنين هيبقى ليهم تدخلات كويسه جدا ومساهمات كويسه جدا، سعرهم مش قليل ومش عالي، فدول انت وتشكيلتك تقدر تظبطهم في تشكيلتك وتدخلهم معاهم يبقى دخلهم، ما تقدرش وقدرت تدخل واحد تمام، ما قدرتش خالص مش مشكله. في الهجوم لو عايزين نتكلم عن مهاجمين ديفرنشال او مهاجمين برضو يقدروا يسندوا التشكيله معانا، ممكن نجيب ويتكنز، طبعا مش محتاج ان انا اتكلم عنه. ممكن سولانكي، وعلى فكره هيبقى هو منفذ ضربات الجزاء وب7.5 مليون. برضو في مهاجم انا عايز اتكلم عنه بعد ما جواو بيدرو على فكره مشي من برايتون، ويلبيك هيبقى ليه دور كبير قوي. على فكره هو الموسم اللي فات سجل 10 وصنع 4، وهو كمان السنه دي هيبقى المنفذ الاول لضربات الجزاء وسعره 6.5 مليون بس. اخر حد هتكلم عنه هو الصراحه هجوم الولفز، هوانج كويس، كمان ارياس لسه جاي لهم وبرده هو كويس. ارياس ده على فكره شفناه في كاس العالم وتألق قوي وكان عامل اداء كويس ونزل تقريبا ب5.5 مليون وعامل اداء حلو. بس بصراحه اللي لازم اتكلم عنه هو لارسون. بعد رحيل كونيا لارسون هيبقى ليه على فكره دور كبير جدا. السنه اللي فاتت هو سجل 14 وصنع 4 وسعره 6.5 مليون بس، وانا شايف ان ده مهاجم ممكن يبقى في تشكيلتك حتى لو احتياطي. بكده يا صديقي يبقى انا في الجزء الاول قدرت اعرفك ايه هي الخواص وامتى تستخدمها، وكمان عرفتك ايه الحاجه اللي اتضافت جديده. في الجزء الثاني قدرت ان انا اعرفك اللعيبه اللي شبه مضمونه او اللي هتلاقيها في تشكيلات كتيره. في الجزء الثالث حاولت اعرفك لعيبه مش هتلاقي ناس كتير تعرفهم وسعرها كويس قوي ان انت تقدر تسند بيها التشكيله، فبكده تقدر تعمل تشكيله متوازنه ما بين رقم 2 ورقم 3، وفي نفس الوقت تقدر تستخدم الخواص بطريقه كويسه زي ما قلت لك في الجزء الاول. بصراحة الحلقة دي خدت مني مجهود كبير قوي عشان احضر لها وعشان اعرف مين اللعيبة اللي ادت اداء كويس سواء في وديات او اللعيبة اللي اتنقلت مؤخرا. بصراحة برضو ساعدني في الحلقة دي اخويا حسين محمد اللي عايز اشكره جدا برضو من خلالكم. وبصراحة اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم وان انتوا بكده بعد ما تتفرجوا على الفيديو تقدروا تعملوا تشكيلة متوازنة وتقدروا تكسبوا بيها اي ليجا تخشوها. كالعادة اتمنى ان انا كنت خفيف عليكم، اتمنى ان انا كنت قدرت افيدكم. كان معاكم مصطفى جمال الفوتبول شيف.